السلام عليكم. بسم الله. راح نبدا معكم اليوم طبق اللي هو طبق السلفة التلمساني. راح نبداو نعبروا الطعام تاعنا كسكس. ندير 2 جعبار تاع الطعام. حبيت نشاركه معكم وان شاء الله يعجبكم. هاد الطعام مواتي شويه مواتي من نوع معين متوسط، ماهوش من خاشن، المهم يكونش خاشن. نزيدو الزيت، نضرب 4 مغارف كبار. بسم الله. هكذا شويه ونبقاو ندخلو كامل هذاك الزيت في الكسكس تاعنا. رايحين نديروا له تفويره واحده 2 تفويرات. هذا مكان التفويره الاولى واحده ونزيدو الزوجه. شوفوا ما شاء الله راه يبارك كيما الذهب، راه يبارك فيه. انا قبل ما ندير الكسكس تاعنا بالزيت كامل، قبل ما نبدا ايا راني درت الماء تاعنا يسخن. كي لحق قريب لدرجه الغليان هيا ندي منه هذا الطبسي، نفرغوه هنايا. بسم الله. نزيد الطبسي الزاوج، ونخلوه يشرب حتى 3 دقائق 5 دقائق حتى ينشف. وهنا راني نقلب الكاوكاو تاعنا اللي رايحه ندير به الديكور السفه تاعنا. هاو الكسكس تاعنا راهو شرب هذاك الماء. نحاولوا ان نديروه هكذا. راهو شويه راهو دافي من هذاك الماء، مازال ما فورتوش. دوك نفورو التفويره الاولى وان شاء الله يعجبكم. هذا الكسكاس تاعنا قبل ما ندير فيه الطعام تاعنا نديرو فيه السمن ولا الزيت باش ما يعذبناش، باش ما يلصقش. هكذا ونبداو. بسم الله. ونديروه يفور. راني درتو يفور ضربك واحد 10 دقائق ولا 11 دقيقه ونحيه. هاوينا الطعام تاعنا راهو فار، نحيتو. بسم الله. راكم نقلبو في الجبنه. بسم الله. هكذا ديري له الدهان، ما يعذبك ما والو، ما يلصق ما حتى شيء. وهنا عندي الطبسي اللي راح نشرب فيه المره الثانيه. درت فيه الملح، نزيد له شويه تاع الماء. خير ما نديري الملح هكذاك. بسم الله. ونبقاو نشربوا فيه. هذا ما بارد ماشي سخون. عاوينا ما شاء الله. لازم ما يجي رطب وطري ويجي هايل.
عندي هنا الفواكه الجافه رايحه نديرها معاه. قبل ما نديرها معاه نديرها تفور في الكسكاس كيما الطعام باش تطرى شويه ومن بعد باش نزين بها الطعام. هاي الفواكه تاعنا الجافه راني درتها تفور من بعد الناحيه. نرجعوا للطعام تاعنا، نحاولوا كامل نحلوا له هذوك اللي فيه سخون على هكذا، ما تخلي له حتى حبه معقوده هكذا. نخلوه دوك نعاودوا له التفويره الزاوجه. هاي الفواكه تاعنا الجافه راهي طابت، اني فورتها ودروك كندير الطعام تاعنا للمره الثانيه. نديروه يفور بسم الله هكذا. راني رجعت الطعام تاعنا يفور للمره الثانيه. الطعام تاعنا طاب المره الاخيره. ندير له الزبده دروك، خليها هكذا يذوب. ونديروا هذا اللي بقى لنا مازال شويه نزيدوه نديروه في الفرن. وان شاء الله تعجبكم السفه اللي راني نشارككم فيها. هاي من هذا الدهن تاعنا ذاب ما شاء الله. نحاولوا كيفاش نذوبوه كيسها شويه ندخلوا يدينا فيه ماشي راسكم بزاف. شوفوا كيفاش دجاج على حبه الله يبارك. هاو الكسكس تاعنا دوك نوريه لكم على صحن تقديم. هاو الطبق تاعنا راني نكمل فيه في التزيين. عندي شويه تاع الكاوكاو مرحي، مش مرحي بزاف يعني مكسرات. ونتمنى ان شاء الله ينال اعجابكم. يعني راني نوصل الرسائل التقليديه كما هي. ان شاء الله الطبق تاع السفه يكون عجبكم. هاي وين طبق السفه تاعنا راه واجد ما شاء الله زينته. ولا عجبكم ما عليكم غير ديروا جيم تبارطاجيو تعليق شباب طولوا في المشاهده. هاو عندي هنا الرايب تاع البكره ما شاء الله. ها وينه انا فات فيا روبته في طبق واحد اخر باش رجعته هنا. هاي وين الزبده تاعو ها وينه ما شاء الله. ولا عجبكم الطبق تاع السفه رافقته بهذا الرايب ما عليكم غير ديروا جيم وبارطاجيو. الى فيديو قادم.